السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. بطنا يا جماعة النهاردة عمره 15 يوم، اللي هو ده، عشان انا عارفة ان في ناس هتقول لك 15 يوم وبدأ يريش. اللي هو دي يا جماعة هو مع البيضة ديت، لكن ديت هما تقريبا 3 أو 4 كده كبار، 3 ايام او 4 ايام عنهم. طبعا كان معاهم بط بيور ما شاء الله عليه، بقى حاجه تانية، بقى كبير جدا. فطبعا خدت اللي مع ده ومع ده، لميتهم مع بعض وجبت البلدي مع بعض، لان انتوا عارفين ان البلدي باله طويل في التربيه شويه وبياخد وقت عن البيور. البيور ما شاء الله يعني العمر بتاعه سواء 18 يوم او 15 يوم ما شاء الله عليه، قد البطه مرتين. عشان بس في الاول كده انا عارفه ان في ناس هتقول لك ده البط ده عمره 15 يوم، لا هو ده اللي عمره 15 يوم يا جماعه، حتى نايم مع بعض اهو. لكن هنا كان بط دول عمرهم 18 يوم او 19 يوم كمان. طبعا انا عملت فيديو وقلت نخلط من عمر 10 ايام او من عمر اسبوع، نبتدي نحط اضافات كده على العلف علشان نعود البط ونوفر في الاكل العلف، عشان انتوا عارفين ان البط بياكل كتير ومحدش يقدر ياكله على الفصاد. فاخت فاضله دخلت لي في التعليقات وقالت لي البط لازم ياكل شهر علف. لا يا حبيبتي، البط ياكل شهر ونص كمان، مش شهر بس. البط ياكل حوالي 25 يوم بادي تركيز 21، اول اسبوع تركيز 23، وبعد كده بننقل على 21 لعمر 25 يوم لغايه شهر براحتك، وبعد كده بنأكل اللي هو النامي ال 25. البط بياكل اكتر من شهر ونص، ممكن تاكليه البلدي ده ممكن تاكليه شهرين كمان، بس بنضيف من عمر اسبوع. يعني انا بضيف من عمر اسبوع يا جماعه شويه رده على شويه العلف، طبعا مع الاضافات والاعشاب اللي احنا بنحطها. طبعا الكلام ده كله انا قايله لكم في الفيديوهات عشان نعود البط. البط لو عودتيه على علفه صافي وهتيجي مثلا عمر شهر ونص، عمر شهرين، تعبت من اكل العلف، والعلف غالي وتكلفته غاليه، وهتحب تحط له حاجه تانية، اقسم بالله ما هياكل ولا هيمد بقه فيه ولا هيمد بوزه في العلف اللي انت هتحطه له، لان انت ما عودتوش. انت عودتيه ان هو ياكل علفه بس اللي هي صافي. لا ضيفي له. احنا بنأكل علف، ما بنمنعش العلف يا جماعه. يمكن البيور اكله شهر 40 يوم، لكن البلدي ممكن اكله شهرين، ممكن اكله شهر ناعم وشهر خشن. انا بتكلم في الحالتين الاثنين، سواء انت عندك بيور او عندك بلدي. زي ما بقول لك كده، البيور ممكن اكله 40 يوم علفه، وبعد كده بخلط له بحط له حاجات كتير. طبعا الحاجات دي مفروغ منها، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. والبلدي شهر مثلا ناعم والشهر الثاني نامي. طبعا ولازم الاضافات عشان بطك بقى ما يتكسحش منك ولا يحصل عنده افتراس ولا ينحرش منك. لازم تتبعي كام حاجه. اول حاجه المكان يكون جاف. المكان يا جماعه لازم يكون جاف، بيدخله شمس، تهويته حلوه، ما يكونش مكان كله رطوبه عشان البط هيعجز منك ويتكسح، وفي الحاله دي ممكن يسقط ريش. عندنا السقايه ديت، انا طبعا شلت السقايه الثانيه اللي هي بتاعت الفراخ البيضه ديت، كنت حاطها لهم عشان ما يغرقوش المكان. عندنا السقايه دي حطيتها لهم كبيره شويه. لازم يوميا تتغسل مره واثنين، وهنضيف عليها معلقه خل. خل ليه يا جماعه؟ الخل بيساعد على امتصاص العلف، والبط يستفاد بالكالسيوم اللي موجود في الرده. طبعا بنضيف رده، فاحنا عايزين البط يستفيد من الكالسيوم اللي موجود في البط في الرده، علشان ما يحصلش عنده كساح ويحصل عنده افتراس. فصلي بينا على النبي وتعالي بقى انا هقول لك على الخلطه الموفره اللي تبتدي تعملها من عمر 15 يوم. انا قلت من عمر اسبوع هنضيف الرده، من عمر 15 يوم وانت طالعه هنبتدي بقى نعمل خلطه حلوه جدا جدا واقتصاديه جدا، وهتخلي تحويل البط سريع ويكبر معاكي بطريقه مهوله. تعالي بقى نعمل خلطه اقتصاديه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هترفع الوزن معاكي وتخلي البط يكبر بسرعه. دول شويه عيش اهم ناشف، عشان في ناس بتقول نبله. انا بقول 100 مره من اول ما عملت الفيديوهات بقول العيش يكون ناشف افضل. هنضيف بقى رده
الخلطة دي يا جماعة مجربة، مش أول مرة أعملها ولا حاجة. الخلطة دي بعملها البط وبربي بقى طول عمري، يمكن ببتدي بعمر أسبوع أضيف الرد، بس دلوقتي بضيف العيش وأضيف كمان الرد اهيت طبعا. ولازم ولا بد العلف، مفيش حاجة اسمها ما بنحطش عليه، لازم نحط عليه يا جماعة، هي اللي بتخلي البط يكبر معانا برضه. يعني بنعتبر بنقسم الوجبة بتاعته لثلاث أجزاء، جزء عيش، جزء ردة، جزء عليه لسه بأكل نامي تركيز 23. وده همت بقى بحطهم كمان، ده شايفين دي يعتبر فول ناعم جدا، يعني أنعم من العلف. انت بتجيبي أنعم حاجة، بحط بس حفنة كده. حطينا علف قد ايه؟ حطينا التلت يا جماعه، حطينا شويه قد كده اهو فوق العيش والرده اهمت. هنضيف بقى البصلايه دي معاهم، بصلايه تفرميها تبشريها اي حاجه ادي. لو فرمتها حطها بميتها ما تصفهاش، واخلطي بقى كده. ممكن في الوقت ده تضيفي شويه ميه صغيرين على الخلطه بتاعتها علشان بس ايه يعرفوا ياكلوها، ما يبعترهاش، شويه ميه صغيرين خالص علشان بس ايه هنفلفلها لهم بس كده بشويه ميه الاول قبل ما نحطها. الخلطه ديت يعني عن تجربه بتكبر البط وبتوفر معاكي كتير جدا. وانت لازم تعودي البط من صغره ان انت تحط له حاجات تانية غير العلف. لو عودتيه ان هو ياكل علف بس صدقيني مش هتعرفي تعوديه تاني. اما يوصل شهر ونص ولا حاجه هتبقي تعبتي من كتر العلف اللي بتاكله له، هتحبي تخلطي له مش هيرضى ياكل وهيخس منك ويضيع كل اللي انت عملتيه. خلطتنا بس هفلفلها بشويه ميه الاول قبل ما احطها له. هنبتدي نحط الخلطه بتاعتنا يا جماعه للبط. طبعا انتوا شفتوا كل حاجه. خلطتنا يا جماعه عيش ورده وعلفه طبعا تركيز 21، وبصلايه مفرومه، وشويه صغيرين يعني قد قبضه الايد كده حته فول ناعم. الحته الفول ناعم يا جماعه دوت بيقوي عصب البط ويخلي البط يبقى عصبه جامد. وطبعا انتوا عارفين ان في نسبه بروتين عاليه جدا مع العلف. طول ما في نسبه بروتين عاليه في العلف حتى لو بسيطه بتخلي التحويل سريع والبط يكبر معاك بسرعه وما يحصلش عنده اي مشاكل بعد ما شاء الله. زي ما قلت لكم ده عمر 15 يوم و18 يوم، هما الاثنين هما عمرين يا جماعه. فالخلطه دي مناسبه من عمر 15 يوم تعمليها وانت طالعه بقى للبط بتاعك. طبعا هتقوي العظم، هتمنع الافتراس، هتمنع الكساح، هتخلي تحويل البط سريع جدا جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله. البط بلدي يا جماعه اهوت، اللهم بارك. طبعا كله رقد من البيت، اللهم بارك يا رب. كان معايا بط بيور عزلته لانه بقى كبير عنه وخليت البلدي مع بعضه. عشان كده بقول لك هم عمرين منهم وبين بعض 3 ايام. الخلطة اقتصادية جدا 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 وموفرة جدا جدا جدا، ويخلي البط التحويل سريع جدا ويكبر معاكي وبأقل الإمكانيات وبأقل التكاليف، علشان ما تعوديش بطك على علف صافي ويرجع تاني بعد شهر ونص مثلا أو شهرين تحبي تغيري وتحطي بدائل العلف. هيعصى ياكل منك ومش هيجيب معاكي تحويل وهيضيع تعبك كله وهيضيع العلف اللي انت علفته له كله لأنه هيصوم عن الأكل. فالصح ان من عمر اسبوع تبتدي تخلطي رده، من عمر 15 يوم تبتدي تنزلي بشويه عيش، تبتدي تنزلي بشويه تن فول، يعني حاجه بسيطه مش كتير. طبعا مع بصلايه مفرومه عشان تفتح الشهيه ومضاد حيوي قوي جدا 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 للبط. اللهم بارك يا رب. ومعلقه الخل يا جماعه في السقايه باستمرار، مش يعني كل يوم ولا حاجه، يوم ويوم او ب3 ايام في الاسبوع او مرتين كمان في الاسبوع مش مشكله. بتساعد على امتصاص الكالسيوم من الرده وبتقوي عظم البط وبتخلي البط تحوله سريع معاكي ويكبر معاكي بسرعه. اللهم بارك يا رب. دي طبعا دوره رمضان، كل عام وحضراتكم بالف خير وصحه وسلام وسعاده يا رب، ويعودها عليكم الايام بالف خير والف سلام. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون نال اعجابكم وتدعموني باللايك الحلو بتاعكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.